بص، انا جربت قاعده الخمس ثواني في فتره من حياتي ولسه بستخدمها اوقات لحد دلوقتي. زمان كان عندي مشكله ان كل ما اصحى من النوم بفضل قاعد على السرير بقول حاضر هقوم دلوقتي واريح شويه، وفجاه الاقي ساعه عدت واحيانا ساعتين واوقات اكتر من كده، واليوم خلاص بدا يضيع. وكان الموضوع متكرر لدرجه انه بقى عاده لحد ما جربت قاعده الخمس ثواني. والفكره ببساطه جدا انك لما تيجي تعمل حاجه مهمه ما تديش لنفسك وقت تفكر كتير. عد تنازليا 5 4 3 2 1. انطلق، قوم من السرير، ابدأ المذاكرة، افتح الكورس، ابدأ التمرين. المهم اتحرك، لأن المشكلة أحيانا مش في المهمة نفسها، المشكلة في اللحظات الأولى قبل ما تبدأ. أول ما تقعد تفكر وتقول كمان شوية، مش دلوقتي، لما أجهز نفسي، وتبدأ الأعذار تظهر. لكن أول ما تبدأ هتكتشف ان اصعب جزء في المهمة غالبا مش المهمة نفسها لكن البداية. كنت احيان كتير بستثقل حاجات مفروض اعملها، لكن كنت اول ما ابدأ في الحاجة بلاقي نفسي كملت بفضل الله وخلصتها كمان. وعشان كده قاعدة الخمس ثواني هدفها الاساسي مش انها تخليك تنجز المهمة، هدفها انها تخليك تبدأ فقط، لان البداية هي اصعب جزء عند ناس كتير، وبمجرد ما تبدأ غالبا هتلاقي نفسك مكمل. وعشان كده العد بيكون تنازلي مش تصاعدي، لان الفكرة كلها انك توقف التفكير والتردد وتبدأ. ولو في حاجة مأجلها من فترة ما تستناش الوقت المثالي، وما تستناش حاجة تشجعك، ابدأ فورا حتى لو بخطوة صغيرة. وكمان في قاعدة تانية مهمة جدا بتكمل قاعدة الخمس ثواني وهتساعدك تبدأ حتى لو كانت المهمة كبيرة ومستثقلها، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي بإذن الله، والرحلة لسه في أولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.